تعالوا بقى نعمل احلى طاسة بيض بالسجق. خطيرة يا جماعة، طعمها تحفة، طريقتها سهلة جدا. يا بقى لو كمان حد معزوم عندنا على السحور وعملنا له الطاسة دي هتعجبه جدا. ما تنسوش تعملوا سيف للفيديو علشان يبقى عندكم في رمضان وتجربوها، وانا واثقة انها تعجبكم. تعالوا بقى نبدأ ونشوف هتتعمل ازاي. على نار عالية هحط معلقة صغيرة من الزبدة ومعلقة صغيرة من الزيت. اول ما يسيحوا مع بعض والطاسة تسخن كويس قوي هنزل بالسجق. السجق ده 6 صوابع انا مقطعاهم صغير بالشكل ده. هشوح السجق بقى كويس جدا لحد ما ياخد معايا لون. انا عايزه السجق يغير لونه ويبتدي يدخل في السوا وياخد كمان معايا اللون اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هوطي النار وهخليها متوسطه، وهنزل بقى ببصله متوسطه متقطعه صغير جدا، وهقلب البصل كده مع السجق كويس قوي. بس مش عايزه البصل يغير لونه خالص، انا شوحته بس تشويحه بسيطه. وبعد كده هنزل بطماطمايه انا مقشراها ومقطعاها صغير قوي، وقرن فلفل حامي مقطعاه صغير جدا. مش عايزين فلفل حامي طبعا استخدموا الفلفل الرومي برضو هيبقى حلو جدا. رشه بقى من الملح والفلفل الاسود وبس كده. هوطي النار وهغطيه علشان كل حاجه بقى تاخد من طعم بعض، والطماطم تنزل الصوص بتاعها ويبقى بالشكل التحفه اللي انتوا شايفينه ده. اول ما يوصل للمرحله دي مش عايزه صوص الطماطم ينشف معايا، لا انا على طول هنزل بالبيض بتاعي. انا استخدمت 5 بيضات، وبالمعلقه كده بنوزع البيض على كل الطاسه علشان يبقى موجود في كل حته. ورشه بقى من الملح والفلفل الاسود تاني. وعايزه اقول لكم هنا النار بتبقى اقل من المتوسطه علشان البيض ما يتلسعش من تحت. وادي بقى شكله بجد شكله تحفه. هسيبه كده شويه لحد ما البيض يدخل في السوا، وبعد كده هنزل بقى برشه حلوه كده من الجبنه الموتزاريلا. واخر حاجه بقى رشه كده حلوه من الزعتر بتدي طعم حلو جدا. اول بقى ما الجبنه تسيح خلاص كده بقى جاهز عندكم احلى طاسه بيض بالسجق. خطيره يا جماعه، مهما اوصف لكم طعمها عامل ازاي مش هتتخيلوا. طعمها كان تحفه. التحبيشه بتاعت السجق مع البيض مع الجبنه الموتزاريلا كل حاجه كانت لايقه على بعضها وكان طعمه خطير. هستناكم تجربوه وتقولوا لي رايكم. انا واثقه ان هو هيعجبكم جدا. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد.